هاي حبايب قلبي دولي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. بجد انا بشكر كل من بيدعمني في القناة، وكل من بيعمل لي لايك واشتراك علشان يوصل له مني كل جديد. ويا رب يكون فيديوهاتي خفيفة على قلوبكم. طبعا زي ما انتم شايفين هنا كان عندي اوضه النوم تضرب تقلب. كانت طبعا على بعضها زي ما انتم شايفين، فقررت اقوم اتنشط كده، كنت قاعده كسلانه جدا. فقررت اقوم اتنشط كده وانزل بقى يلا الستاير وانضفها كده واغير الفرش بتاعها وكده على السريع. بس المهم هنا وانا بنفض بقى معاكم كده، ما تنسيش تدوسيلي لايك. بجد بيفرق معايا جدا وبيساعدني جدا جدا جدا. معايا النهاردة قصة غريبة شوية واحب احكيها لكم يعني عشان تسمعوها مني وكده وتستفادوا منها. المهم نبدأ في القصة. كان في مرة واحدة يعني ومرات اخوها وكده. كانوا قاعدين مع بعض وكانوا بيحكوا زي الطبيعي، مثلا ما بعد واحدة قاعدة يعني هي ومرات اخوها وكده. قاعده بتكلمها وبتقول لها اسكتي، ده انا ماما جابت لي عملت لي وصفه. وصفه جميله جدا لشعري وكده وتخلي شعري جميل. المهم قاعدين بيتكلموا مع بعض، راحت ردت عمتها اخت جوزها قالت لها وصفه ايه اللي امك بتعملها لك؟ انت محسساني ان امك خبيره تجميل يعني، ولا ان هي دكتوره؟ يعني هي امك بتفهم في حاجه اصلا علشان تعمل لك وصفات؟ راحت قالت لها لا والله وصفه ماما مجرباها قبل كده وعجبتها هي. راحت قالت لها طب يلا روحي روحي جربيها ان شاء الله توقع لك شعرك، انت محسساني ان امك دكتوره يعني. المهم استخرت بكلامها، فمرات اخوها اتضايقت منها جدا جدا جدا. خدت بعضها وطلعت فوق على شقتها وهي متضايقه جدا. المهم فضلت قاعده ما بتكلمهاش، مقتني بيها تماما. واقتنبت حماتها خالص، يعني حست ان هم ممكن يستخيروا منها في يوم من الايام. فجأة راحت حماتها راحت متصلة ببنتها ديت اللي هي استخيرت بيها. قالت لها ازيك عاملة ايه، تعاليلي الحقيني انا ولا بعرف اكل ولا عارفه اعمل اكل ولا شرب، وعندي الغسيل الدنيا على بعضها والشقه زي الزفت. المهم راحت قالت لها ليه ومرات اخويا فين؟ هي راحت فين؟ قالت لها انا ما اعرفش عنها حاجه من ساعه اخر مره ما كنتوا قاعدين مع بعض وبتتكلموا، من ساعه ما طلعت شقتها وانا ما اعرفش عنها حاجه، وانا يا بنتي جعانه الحقيني والشقه على بعضها. المهم راحت هي واخده بعضها وراحت متصله مسكت التليفون وراحت متصله باخوها، قالت له هي مراتك فين؟ سايبه امك ليه كده؟ مش ولا عارفه تاكل ولا تشرب، والشقه تضرب تقلب تحت عند مامتك. اتفاجئت من رد اخوها، راح اخوها رد عليها قالت لها قال لها بصي انت عايزه ايه؟ انا مراتي مش ملزمه انها تنزل تخدم امك. يعني طول ما انت لسانك طويل ومتبر منك وبتقل منها، هي عمرها ما هتنزل انها تخدم امك ولا تعمل لها حاجه. وما تزعليش مني، هي امك مش ملزمة من مراتي، هي امك ملزمة مني ومنك. فاحنا هنقسم ايام الاسبوع 3 ايام عليكي و3 ايام عليا، عشان احنا اللي نقوم بخدمة امك، عشان مراتي ملهاش ان هي تخدم امك. هي لو كانت بتخدمها ده كان ذوقيا منها، هو مش فرض عليها. المهم اتفاجئت قوي من رد كلامه. اتصدمت طبعا، فرحت هي قالت له خلاص ماشي عادي يعني، هو انا مش هحتاس يعني، انا انزل اخدم امي عادي يعني. المهم خدت بعضها وراحت لامها، راحت ماسكه الشقه منفضه لها وعامله لها اكل. اليوم التاني برضو نزلت وعملت، اليوم التالت نزلت وعملت. المهم تعبت وزهقت. المهم عماله تحاول تكلم مرات اخوها عامله لها حظر، مش راضيه ترد عليها ولا راضيه تتكلم معاها خالص. طبعا هي بقى تعبت وعماله تقول يا رب انا تعبت، انا عماله اخدم امي واخدم بيتي وعيالي، انا تعبت، هي كانت شايله عني، طب انا راضيها ازاي؟ طب انا صالحها ازاي؟ المهم طبعا هي ما لقيتش اي حل، لان فعلا هي غلطانه. طبعا هي لو هي كانت مرات اخوكي مثلا بتخدم حماتك او سوري مامتك، او بتساعد مامتك في حاجه، لازم اقل حاجه كلمه طيبه ليها. هي مش بتخدمها انها واجب عليها، ده بالعكس، ده هي اصلا بتعملها يعني كذوقيا منها، كمقدراها زي مامتها، لكن هو كان واجب والصح ان البنت هي اللي تشيل امها مش مرات ابنها. بس ما علينا. المهم ايه، طبعا تعبت من الموضوع دوت، اتصلت باخوها تاني قالت له طب وبعدين يعني هي مراتك مش هتنزل تخدم امي؟ طب خلاص، طب احنا نتراضى، طب احنا نتصالح. المهم قال لها لا انسي ان انا مراتي تنزل تخدم امي اصلا. هي امك والمفروض ملزمه مني ومنك، انت بتيجي الثلاث ايام بتوعك وانا بنزل برضو اخدمها الثلاث ايام بتوعي، وانسي بقى موضوع مراتي دي خالص. المهم طبعا بقت متضايقه وبتتشال وتتنكد، طبعا حست ان مرات اخوها فعلا كانت شايله عنها هم كبير جدا.
بس فالمهم ايه، مرت الايام وعدت وكده. المهم حست ان هي مش عارفه تعمل ايه، والحمل زاد عليها. وجايه بتقول لي ايه بقى، شوفي لي حل ازاي اقنع مرات اخويا انها تنزل تاني تخدم امي. طب بذمتكم انا ارد اقول لها ايه؟ انا كل اللي قلته لها يا بنتي، يعني اذا كنت انتي يلي بنتها حمل مامتك تقيل عليكي، عايزاه ازاي مرات اخوكي هي اللي تشيله؟ ما تزعليش مني، ما هي كانت شايلاه. جيتي انتي بكل سذاجة وبكل رخامة منك قلتي منها وقلتي من مامتها. هي كانت مامتك احسن من مامتها؟ لا طبعا. هي طبعا من حقها ان هي ما تتكلمش، ومن حقها ان هي ما تردش عليكي، ومن حقها اصلا ما تخدمش مامتك. هي لو كانت بتخدمها ده كان ذوقيا منها، ده مش فرض عليها. هو الفرض ان البنت هي اللي تشيل امها، مش مرات الاخ هي اللي تشيل امها. وده كان ردي ليها. طبعا انا ما كنتش عارفه طبعا ارد عليها اقول لها الا اني انا شايفاها بجحه. يعني هي فعلا بجحه. يعني انت بتكلميني بتقولي لي اقترحي عليا اقتراح، او خلي مشاهدينك او متابعينك يقترحوا عليا اقتراح ازاي احاول ارجع مرات اخويا انها تخدم مامتي تاني. طب بذمتك انا اقنعها ازاي؟ ولا اصلا اقول لك رايي ازاي في حاجه انت غلطانه فيها اصلا؟ وفعلا الواحده لما مثلا بتدي كل طاقتها لناس معينة، وفي الآخر يطلعوا مثلا مش كويسين، أو مثلا بيغدروا بيها أو كده، بجد بجد دي بتبقى حاجة وحشة جدا جدا جدا. بس هو دي كان فيديو النهارده، وكان قصة النهارده. طبعا لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تدوسيلي لايك وتفعلي لي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويا رب يكون فيديوهاتي خفيفة على قلوبكم. وما تنسوش دعوة جميلة منكم كده لياسين ابني، يا رب ربنا يشفيه يا رب ويعفى عنه يا رب، اللهم امين. هو واللي زيه. طبعا انا عايزه اقول لكم كل واحده تشكر مرات اخوها لو هي بتخدم مامتها، وبتساعد مامتها في عمايل الحاجه وفي عمايل البيت. يا ريت تشكرها، يا ريت تقول لها كلمه طيبه، يا ريت تقول لها كتر الف خيرك. بجد بجد هيفرق معاها جدا جدا جدا، غير لما هتحس ان هي مجرد انها مثلا بتشتغل زي ما تكون ايه مثلا خدامه، تحس ان الموضوع ده تقيل عليها. لكن الكلمه الطيبه حسنة وصدقة، والكلمة الحلوة يعني بتشجع ان الواحدة تعمل اكتر واكتر واكتر واكتر. ربنا يا رب يبارك لنا في كل امهاتنا وفي كل حمواتنا ويخليهم لينا يا رب. وربنا يجازي كل الواحدة بتعمل خير لحماتها، ربنا يجازيها في صحتها وفي عيالها وفي عافيتها. طبعا الام والحما دول هما واحد. يعني انا بالنسبة لي الام والحما دول واحد. ربنا يا رب يبارك لنا فيهم ويخليهم لنا. وما نشوفش يا رب في يومهم اي حاجة وحشة، ويبارك في كل ام واب يا رب ويخليكم ويخليهم لي. طبعا هنا بقى ده كان قصة النهارده زي ما قلت لكم كده، وانا ما كنتش عارفه بصراحه ارد اقول لها ايه. هو كل اللي انا قلته لها اني طبعا انت غلطتي عشان انت اللي غلطتي في مامتها الاول، فطبيعي ان هي كان لازم ان هي يكون ده رد اقل حاجه من رد فعلها، ان هي ولا تكلمك ولا تنزل تاني تخدم مامتك، وان هي تتجنب منك خالص. لانك انت بصراحه طلعتي ساذجة جدا في اسلوبك معاها وفي طريقتك. يعني هي قاعده حتى بتفضفض معاكي، بتقولك مامتي بتعمل وصفه، مامتي بتعمل حاجه، المفروض كنتي تقبلتي منها الكلام وخدتيه مثلا بهزار، او مثلا طب خلاص جربي يمكن فعلا مامتك دي نتيجه هيديكي معاكي نتيجه كويسه. كانت اي رد اي كلام، لكن مش تقولي لها انت محساني ان مامتك دكتوره ولا عالم. برضو الكلام ده يضايق برضو اي واحده يعني. بس وهنا بقى زي ما انتم ما شايفين كده، كنت خلصت اهو الاوضه وكنت خلصت فرشتها. طبعا المشايات دي كنت انا حطيتها كده في الغساله كده، خدت دوره على طول، وزي ما انتم ما شايفين كده فردتهم. وهنا كنت خلصت. وبص بقى بجد راحه نفسيه رهيبه. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تدوسيلي لايك. باي.